السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البلوبيف طبعا من الأكلات المصرية المحببة جدا لدى المصريين، كلنا بصراحة بنحبها. أكلة سهلة وبسيطة وما بتاخدش معانا أي وقت، يعني سريعة جدا، من أسرع الأكلات اللي ممكن تعمليها، وكمان تنفع لكل الوجبات، تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء، وتنفع سندوتشات. بس طبعا مع ارتفاع الأسعار بقى صعب جدا إننا نجيبه. المهم أنا بقى كان عندي كيس لحمة، وكيس اللحمه ده كان معظمه سمين زي ما شفتوا كده معانا بالظبط. اهم حاجه بقى تسمعوا معانا الطشه دي، زي ما انتم سامعين كده، سامعين الطشه؟ معلقه سمنه كبيره على النار سيحناها، ونزلنا عليها باللحمه على طول، اديناها صدمه لحد ما اتشوحت خالص، وبعد كده قلبناها على الوش التاني لحد ما تتشوح معانا من كل الجهات. طبعا لو ما عندكيش غير لحمه حمرا بس، هتجيبي عليها حته من الدوش، هتجيبيها من عند الجزار. يعني لو هتجيبي كيلو لحمه، هاتي تقريبا ربع كيلو كده من الدوش معاه، عشان زي ما انتوا عارفين طبعا ان البلوبيف او اللي بيدي الطعم الحلو قوي للبلوبيف الدهون اللي بتبقى فيه، ولازم أن يكون فيه دهون. فاحنا لو ما عندناش لحمه سمينه زي اللي معايا كده، هجيب حته من الدوش من عند الجزار مع اللحمه وانا بجيب. انا دلوقتي بعد ما اتشوحت اللحمه معايا كويس جدا، نزلت عليها ببصلايه كبيره، ونزلت عليها بالتوابل اللي معايا، توابل بقى حبهان وكبابه صيني وبهارات لحمه وورق لورا وفلفل اسود. وحطيت معايا، كان معايا كده ربع بنجرايه تقريبا، كنت شايلاها معايا في الفريزر، حطيتها قلت عشان تديني اللون بتاع البلوبيف. وفي الاخر بقى هنشوف هنعمل ايه تاني ان شاء الله. هنقلب بقى كله في قلب بعضه تقليب كويس جدا لحد المكونات كلها ما تتشوح مع بعضيها، البنجر والبصل والتوابل مع اللحمه. بعد كده هنزل عليهم بلترين من الميه السخنه، لترين من الميه اللي بتغلي يا جماعه، لازم تكون الميه بتغلي عشان ما توقفش عمليه السوا معانا. سبتها لحد ما استوت خالص زي ما انتوا شايفين كده، وشربت الميه اللي فيها كلها. اللي فيها ده مش ميه، اللي فيها ده دهون، الدهون طبعا اللي هي سالت معايا من اللحمه كده. خلاص اللحمه استوت جدا وشربت ميتها كلها، ما بقاش فيها الا الدهون زي ما انتوا شايفين كده. لو اللحمه طبعا لسه ما استوتش، لا اديها ميه كمان وسيبيها لما تستوي معاكي نهائي، لان هو ده كل سوى اللحمه. بعد كده بقى احط لها شويه ملح وشويه فلفل اسود، لان طبعا زي ما انتوا عارفين ان احنا ما بنحطش الملح للحمه غير في الاخر خالص، عشان ما يعوقش معانا عمليه السوا. بس كده بناخد بقى اللحمه بتاعتنا بنسيبها لحد ما تبرد خالص. ليه؟ علشان انا هضربها في الخلاط. طبعا لو هضربها في الكبه ممكن اشتغل بيها كده عادي، لكن انا عشان اضربها في الخلاط فلازم اسيبها اما تبرد خالص. معايا بعد كده معلقتين كبار من الجيلاتين البودر، مدوباهم في ربع كوبايه من الميه، سبتهم لما دابوا خالص زي ما شفتوا كده معانا. بعد كده هاخدهم واصفيهم. لازم طبعا نصفي الجيلاتين، لان ممكن يبقى لسه في حبيبات تكون لسه ما دابتش، فالاحسن طبعا ان احنا نصفيه، لان لو حبايه ما دابتش وجات تحت ضرس حد او حد حس بيها في الاكل بيبقى طعمها يعني مش ظريف. المهم انا حسيت بقى ان ربع البنجرايه او نص البنجرايه اللي انا حطيتها في اللحمه ما ادتنيش اللون اللي انا عايزاه، اللي هو اللون الاحمر بتاع البلوبيف. خدت لها نقطتين بالظبط كده من اللون الاحمر، الوان غذائيه بنجيبها من عند العطار. حطيت لها نقطتين كده من اللون الاحمر عشان تديني لون البلوبيف. بعد كده طبعا اللحمه معايا بردت تماما، هاخدها بقى في الخلاط، وزي ما قلت لك لو تشتغلي بيها سخنه يبقى في الكبه احسن، لان طبعا زي ما انتوا عارفين ما بنعملش حاجه سخنه في الخلاط، لان الخلاط ما بيستحملش سخونيه. احنا بنستنى اما الحاجه بتاعتنا بتبرد وبعد كده بناخدها نضربها في الخلاط. طبعا اللحمه اللي معانا مستويه وكل حاجه مستويه، هنضربها في الخلاط هتتضرب على طول. بس مش عايزاكي تضربيها لدرجه ان انت تخليها زي الميه، لا خليها خشنه عشان تحسي بطعم البلوبيف كده لما تيجي تاكليه. يعني تضربيها ضرب كده متقطع عشان تتفرم، وفي نفس الوقت يكون فيها قطع كده من اللحمه او فتافيت كده من اللحمه، زي ما بنجيب البلوبيف كده العادي اللي بنشتريه وبنلاقي فيه كده فتافيت لحمه. يعني ما تعصريهاش في الخلاط وتخليها عامله زي الميه، لا خلي فيها فتافيت كده زي ما انت شايفه كده، قطع كده، اضربيها ضرب كده متقطع. بعد كده بقى هنجيب العلب بتاعتنا ونفضيها فيها. انا هفضيهم الاول في بوله كده كلهم، وبعد كده هنا اقسمهم على علبتين. وطبعا لو مش حابه تحطي الوان معاه براحتك خالص زي ما تحبي، وممكن تزودي البنجرايه شويه تديكي برده لون حلو، يعني تخلي البنجرايه كبيره شويه، بنجرايه سليمه كده وحطيها فيه، وبالشكل ده تستغني عن اللون ده لو انت مش حابه ان انت تحطي الوان. لكن انا حبيت احط نقطتين كده من اللون الاحمر عشان تدعمني اللون شويه وتديني لون زي لون البلوبيف اللي انا بشتريه من بره بالظبط، يبقى الطعم واللون معانا باذن الله.
هناخد بقى باقي البلو بيف اللي معانا ونضربه برده ضرب متقطع كده في الخلاط. ونسيت اقول لكم ان اللحمه اللي كانت معايا كان كيلو من اللحمه، وعايزه اقول لكم ان انا لو ما كنتش عملتها بلو بيف كان نصها بالظبط هيترمي او 3/4 هتترمي، لان ولادي ما بياكلوش الا اللحمه الحمراء الصافيه. فطبعا الكيس ده كان كله لحمه سمينه زي ما انتم عارفين بقى لحمه العيد، كان فيه لحمه سمينه جدا، وطبعا كان كله هيترمي بعد كده ما كانش هيتاكل نهائي. فانا طبعا لما عملت بيه بلو بيف انقذت الموقف جدا. دلوقتي بقى عملت بلو بيف ممكن اعمل بيه كذا صنف، اعمل بيه بقى ايه اي وجبه انا عايزاه. اعمل بلو بيف ببيض، اعمل بلو بيف بصلصه، اعمل بلو بيف كده زي الشاورما ببصل وفلفل وطماطم، يعني زي ما انت عايزه بتنوعي في البلو بيف ده زي ما انت عايزه بالظبط. يعني زي ما قلت لكم ان البلو بيف ده من الاكلات السهله والسريعه واللي بيتعمل منها اصناف كتيره جدا. وانا عايزاكم تشوفوا البلو بيف بتاعنا وتشوفوا فيه حتت اللحمه او قطع اللحمه او فتافيت اللحمه زي البلو بيف بالظبط زي ما انتم شايفين كده، يعني مش عصراه، اوعي تعصريه في الخلاط لا يبقى طعمه طبعا هيتغير منك خالص. يعني حاولي تضربيه ضرب كده متقطع في الخلاط وهيتضرب معاكي ويبقى جميل، لان هو طبعا اللحمه معانا مستويه جدا. بعد كده بقى جبت علب بقى، علب تلاجة، اي علب بقى موجوده عندك او اي حاجه عايزه تغرفي فيها، وحطيت فيها كيس عشان اعرف اشيل البلو بيف منها. حطيت فيها اكياس زي ما انتم شايفين كده، وهغرف عليها البلو بيف او هصب عليها البلو بيف. البلو بيف بقى طبعا فيه دهون وفيه جيلاتين، يعني لو سبتيه نص ساعه كده على جنب هتلاقيه جمد معاكي، هتلاقي الدهون والجيلاتين اشتغلوا فيه وجمدوا معاكي. بس طبعا علشان الجو حر خالص يا ريت بقى نحطه في التلاجة. انا بقى عشان مستعجله طبعا وعايزه ارجع اصور لكم بيه تاني، فانا احطه في الفريزر قيمه ربع ساعه كده او 10 دقايق بس يجمد او يبرد معانا كده شويه علشان نشوفه مع بعضينا على طول. لكن طبعا بالنسبه لحفظه فاحنا طبعا لازم نبقى حافظينه في التلاجة، لانه زي اكل لو سيبناه بره التلاجة طبعا هيبوظ مننا. لكن لو عامله كميه، الكميه حطيها في الفريزر وطلعي على قد وجبتك، يعني ممكن تطلعي كميه على قد اسبوع بالظبط، ما تزوديش عن كده، لاننا طبعا مش حاطين فيه اي مواد حافظه، دي حاجه انت عاملاها في البيت، لا حاطين بقى مواد حافظه ولا حاطين مواد كيميائيه ولا اي حاجه. طبعا البلو بيف الجاهز بيبقوا حاطين فيه مواد حافظه علشان كده بيقعد بره التلاجة بالشهور وبالسنين ما بيجرالهوش اي حاجه، لكن دون زي ما قلت لكم مش حاطين فيه اي حاجه. احنا بقى هنشيله دلوقتي في التلاجة زي ما قلت لكم، احطه في الفريزر ربع ساعه بالظبط علشان الحق اصوره لكم واقطعه معاكم. طلعناه بقى يا حبايبي اهو من الفريزر. بصراحه انا سبته نص ساعه، سبته نص ساعه لان كان ورايا شويه حاجات كده قلت اعملهم. بعد كده طلعته زي ما انتم شايفين كده، هو ما لحقش يتجمد على فكره، بس هو مسك نفسه كويس زي ما انتم شايفين معانا كده بالظبط. وشايفين الدهون اللي فيه بعد ما اتجمدت، طبعا الدهون مع الجيلاتين بيمسكوا البلو بيف كويس، بيخلوه متماسك يعني وتقدري تقطعيه وكل حاجه زي ما انتم شايفين معانا. تحفه البلو بيف بجد تحفه، شكله جميل جدا وطعمه جميل جدا، واستحاله تفرقيه عن اي بلو بيف هتجيبيه من بره زي ما انتم شايفين، بجد خطير جدا. والله جربوه ان شاء الله هيعجبكم باذن الله. وانا مش عايزه اقول لكم ان هو بقى موفر او مش موفر، لان طبعا اللحمه غاليه، بس انا اللحمه اللي كانت عندي بجد ما كانتش هتتاكل، ما كانش هيتاكل فيها الا القطعتين اللي كانوا حمر فيها، والباقي طبعا ما كانش هيتاكل خالص. فطبعا انا بالنسبه لي كده لا، الوجبه دي كده موفره جدا جدا جدا، وكمان طعمها حلو قوي، وطبعا هتبقى موفره لكل الناس اللي بتحب البلو بيف وكل الناس اللي بتشتريه جاهز من بره، هتبقى برضو بالنسبه لهم الوجبه حلوه جدا. وزي ما انتم شايفين البلو بيف معانا في قطع ازاي، يعني زي البلو بيف اللي بتجيبيه من بره بالظبط. اهم حاجه ما تعصريش قوي في الخلاط علشان طعمه ما يغيرش ويبقى عامل معاكي زي الميه، مش هيديكي اي طعم طبعا. وطبعا كفايه ان انت عاملاه في البيت ومش حاطه له اي مواد حافظه، وكمان عارفه اللحمه اللي انت عامله بيها البلو بيف ايه. طبعا ده مفيش اهم من كده ومفيش اهم من صحتنا طبعا في الدنيا كلها. يا ريت بقى تجربوا الوصفه بتاعتنا، ولو عجبتكم وعجبكم الفيديو بتاعنا تدعموني باللايك وبالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.